لو عندك في الشركة سيستم قوي مش هتقابل أي مشكلة لو أعمار الفريق مختلفة أو هم من أجيال مختلفة. صح ولا غلط؟ السيستم طبعا مهم جدا ولازم يكون موجود، لكن مش هيحميك من بعض التحديات اللي هتشوفها لما تكون بتدير فريق فيه أجيال مختلفة وأعمار مختلفة. يعني هيساعد، لكن ما زال هناك تحدي عشان في أجيال مختلفة عندك في نفس الفريق. خلاص نعين الناس من نفس الجيل وخلاص نعمل فريق من نفس الجيل. مهما كان السيستم عندك قوي انت لازم تاخد بالك ان في فروق قوية بين الأجيال المختلفة في الفريق الواحد. وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تستغنى عن الصفة ديت، الصفة دي قوة ليك. ان يبقى عندك ناس من أجيال مختلفة، من أعمار مختلفة، دي قوة ليك. فما تستغناش عن الموضوع دوت، لانك هتستفيد زي ما وليد قال كده بالظبط. هتلاقي دايما في افكار جديده، ودايما في حاجات جديده من الجيل الاصغر، وفي حكمه وخبره من الجيل الاكبر وهكذا. تعالوا نشوف التقسيمه، واحنا كنا قلناها قبل كده في كورس الماركتنج بلاننج. وانت بتشوف التقسيمه دي في حاجات كتير، ومش عايزك تستغرب لو لقيت الاعمار مختلفه شويه او التقسيمه مختلفه شويه من مرجع للتاني، لان هي تقسيمه تقريبيه. تمام كده. اول جيل خالص اللي هو الناس اللي اتولدت من سن قبل سنة 1945. تمام. بيسموهم التقليديين. قبل من سنة 1945 او قبل كده، سن كبير جدا. كل ما اقول لك سن من او تقسيمة من التقسيمات ديت، حاول تربطها بحد تعرفه. في شريحة تانية من 46 ل 64، احفظها كده، من 46 ل 64، اللي هم برضو في منهم دلوقتي بقى جد. بنسميهم بيبي بومرز. تمام. بيبي بومرز من 46 ل 64. تالت شريحة نسميهم جينيريشن اكس. جينيريشن اكس بقى من 65 1965 لحد 1981. يعني من 65 ل 81 بدأنا ايه نقرب اهو. في جينيريشن تاني اللي هو الميلينيالز، جيل الألفية. تمام. دول من 82 ل 97، يعني من 1982 لحد 1997. تمام، ده قريب قوي. خدوا بالكم ايه، التقسيمه زي ما قلت لكم مختلفه من مرجع. والجيل اللي كل الناس بتشتكي منه شويه، جينيريشن زد بقى، اللي هم اتولدوا من 1998 لحد بقى ايه بعد كده. يعني بعد 98 بيسموه جينيريشن زد. تمام. طبعا زي ما قلت لكم قلتها كذا مره اهو، دي تقسيمه تقريبيه. بيقولوا ان الناس اللي اتولدت في المراحل العمريه الفلانيه عندهم صفات مشتركه. احنا خدناها قبل كده بهدف التسويق للشريحه ديت. النهارده هناخدها بهدف طبعهم ايه في بيئه العمل. الاختلاف النهارده ان احنا هنركز على ايه الصفات اللي عند كل شريحه من دول، والفرق اللي هنشوفه في الشغل كممبر في الفريق او عضو الفريق. تخيل معايا انت كده كليدر واقف في الشركه، ولقيت الماركتنج مانجر او الجنرال مانجر بتاع الشركه جايب بلان السنه وفتحها كده على المكتب بتاعه، ومكتبه في وسط الشركه، وبعدين سابها مفتوحه كده وراح مشي وسابها، نسيها كده مفتوحه ومشي وسابها. هو قاعد بيحضر للبلان بتاع السنه الجديده، جاب بلان السنه الجديده فردها على المكتب وسابها. تخيل معايا واحد واحد من الفريق عدى قدام مكتبه لقى البلان المفتوحه ديت، هيعمل ايه؟ الناس التقليديين اللي هم الجيل الكبير، اللي هم التراديشناليستس، اظن لو عدى قدام مكتبه وشاف البلان بتاعت السنه الجديده مفتوحه ممكن ما يهتمش اصلا. فتخيل كده، تخيل انه مش هيهتم يبص عليها يعني. دي الناس الخبره، اللي هو اصلا شغال استشاري عندك في الشركه. انت اصلا ما تقدرش تعينه فول تايم، راجل قديم وخبير. فاصلا هو استشاري جاي بيدي من خبرته، وهو اصلا فوق الستين بكتير.
فجاي بيشتغل كده يعني ايه، حبا في نشر الخبرة اللي عنده، ومش فارق معاه اصلا خطة السنة الجديدة، ومش هيبص على حاجة مفتوحة على مكتب حد، مش مشغول بالموضوع اصلا، ممكن ما يهتمش قوي. امال لو حد مثلا من جيل الألفية اللي هو الميلينيالز، من 82 ل 97، عدى قدام المكتب، هيبقى عنده فضول كده، عايز يعرف ايه اللي هيحصل السنة الجديدة، صح؟ ويا ترى هيترقى امتى بقى؟ ده بقى له 6 شهور في الشركة، هيترقى امتى؟ وهياخد تايتل جديد ولا لا؟ و... ويا ترى هيبقى مسؤول عن ايه في السنة الجديدة؟ هيديله مسؤوليات؟ هيديله حاجات جديدة يجربها؟ هيديله بقى مهمة أكبر شوية من اللي عنده ديت ولا لا؟ دي ممكن تيجي الأفكار اللي تيجي في الجيل بتاع الميلينيالز. طب البيبي بومرز، اللي هم الجيل أكبر من بتوع الألفية، اللي هم برضو من 46 ل 64، البيبي بومرز مش مهتم بالترقية على فكرة. تمام؟ هو عايز يطمن على الشركة نفسها. يعني هو لو عدى قدام بلان كده، هو مش مشغول بالترقية بتاعته، هو مشغول الشركة ترى رايحة فين بقى، عايز يطمن عليها، عنده ولاء للشركة، عايز يطمن ان احنا ماشيين على خطى ثابتة. بيحب الشغل اكتر من اي حاجة، ممكن يجي على نفسه، ممكن يقعد ساعات بعد ساعات العمل وينسى نفسه في الشغل. هو البيبي بومرز في مرحلة الثبات ومرحلة الرضا، مش باصص الترقية، بيحب التقدير وكل حاجة، بس مش باصص انه ياخد تايتل جديد وهكذا. في جينيريشن تاني او جيل تاني اللي هو جينيريشن اكس، اللي هو من 65 ل 81، ده اصغر شوية من البيبي بومرز لكن اكبر من جيل الالفية. ده حاجة كويسة انه يترقى، مهتم بالترقية، لكن الحقيقة هو مش متوقع انها تكون السنة دي، لان لسه بدري، لان الحاجات دي بتاخد وقت، لانه حاطط في باله انه يمشي ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. وبيستغرب قوي من الاجيال اللي مستعجلة الصغيرة، اللي عايزين يترقوا بسرعة وعايزين تايتلز بسرعة، وساعات يخاف لحسن يسبقوه. لكن هو عايز يترقى، بس عارف إن الموضوع بياخد وقت، وعارف انه لازم يقعد يطور في امكانياته وهكذا. هو بس عايز يطمن، يعرف مسؤولياته الجديدة ايه، هل هيكون جزء من مشروع مهم، هل هيكون جزء من حاجة ليها معنى. دي الحاجات اللي تفرق معاه. لو واحد بقى عدى قدام المكتب اللي بحكي لكم عليه دوت، من الناس بتاع جينيريشن زد، هيعمل ايه؟ هيصور البلان بالموبايل وينزلها على السوشيال ميديا ويكتب هاشتاج احسن بلان دي ولا ايه. ومثلا ممكن يكتب هاشتاج جاهزين للسنة الجديدة، من غير ما يقرا البلان، لسه ما قراش البلان. لكن اهتم انه يشيرها، بعد كده ممكن يشوف بقى موضوع البلان. طبعا الموقف دوت والامثله ديت مبالغ فيها شويه، بهدف انها توضح الفرق في التصرف بين كل جيل، رغم ان السيستم قوي والسيستم واحد، وانت عندك نظام وكل حاجه، بس الافكار اللي جوه بال الناس مختلفه جدا جدا، خلتهم يتصرفوا تصرفات مختلفه جدا جدا. تمام كده؟ طب ما تيجي نشوف كده كل شريحه ايه الاولويات اللي عندها. الناس التراديشناليست او التقليدي، ده انت بتشوفه مثلا ايه؟ ده كبير العيله. لو انت تعرف فاميلي بيزنس مثلا، ده بيكون كبير العيله. تمام؟ الجد كبير قوي اللي اخترع البراند ده اصلا، ويكون هو المفروض يكون على المعاش، لكنه بيجي الشغل وكلمته لسه مسموعه، ويحب يتاكد ان كلمته لسه مسموعه. ده الاستشاري اللي بيروح الشركات رغم ان هو في سن المعاش، لكن ممكن الناس تستشيره عشان خاطر عنده خبره في موضوع معين. ده خبير، ما عندوش مانع يتعلم كمبيوتر وسوشيال ميديا، يتبسط قوي لما يتعلم الموضوع ده، لكن عارف ان هو في جاب بينه شويه، او بقاله كتير ما اتعلمش، اتعلم الحاجات دي على كبر يعني. المفروض الجيل الجديد يبص له باعجاب، بس ده مش هيحصل الا لما انت توفر جو عمل يعمل كده. بمعنى ايه؟ يعني هو الراجل ده موجود، ما يبقاش الكلام على ان هو من جيل تاني واحنا من جيل، يبقى الكلام على ده عمل وعمل وعمل وعنده خبرة كذا وكذا وكذا وكذا، ونقعد جنبه نسمع، نبص له بإعجاب، وتشجع الفريق بتاعك يبص له بإعجاب ويتعلم منه وياخد من خبرته. فدي حاجة، ده دور عليك انت تقدر تعمله في جو العمل. وده
مش هيحصل برضو الا لما تعرف الجيل الجديد ايه الفوائد اللي هتعود عليه من الموضوع ده. مره كان قاعد جنبي حد يعني حاجه و70 سنه، وهو بيسالنا اتعلمتوا ايه باين في السنه اللي فاتت او حاجه زي كده، حاجه و70 سنه هو اللي بيسالنا. وبعدين ده كان حد معدي يعني كان استشاري في اليابان مش في مصر ولا في الشرق الاوسط يعني، كان استشاري لشركات عالميه في اليابان، دكتور في الجامعه في اليابان، يعني شغل مناصب رهيبه يعني. تمام. فكنت انا باصص له باعجاب على طول، وجاي قاعد معانا بيقول اتعلمتوا ايه في السنه الجديده او حاجه زي كده. رحت انا موقف قلت له بص يا دكتور، قول لنا انت من خلال كل اللي شفته في حياتك ايه اكتر نصيحه فرقت معاك. وفعلا اول ما فتح بقه واتكلم لقينا كلامه كله حكمه. تمام. وقعد يكلمنا عن التوازن في الحياه وازاي كل حاجه تبقى متوازنه ومش عارف ايه وهكذا. كويس كويس كويس. يبقى ده هنا الجيل ده ليه صفات مشتركه تقدر بيها تستفيد بيها في الشغل، وتعلم اللي حواليك كمان يستفيدوا بيها. فلما تعلم الجيل الجديد انك يعني مصلحتك انك تحترم رأيه، هيفرق معاه وتخليه يعمل كده. طب البيبي بومرز بقى اللي هم من 46 ل 64، 1946 ل 1964، دول عددهم كبير في الدنيا يعني موجودين حواليك في الشركة بعدد كبير، وبيحبوا الشغل وبيهتموا بيه اكتر من اي حاجة. يعني يجوا على حياتهم عشان خاطر الشغل. هم عايزين يتطوروا، عايزين يتعلموا تكنولوجي، وعايزين يحبوا يبقوا ليهم اكونت على الفيسبوك ويبقى يستعملوا الموبايل زيك وهكذا. مش عايز يحس انه متأخر. وده هارد ووركر يعني. حاول انا بتكلم كده عمال يجي في بالي نماذج بيبصوا للشغل على انه حاجه فوق عظيمه كده. تمام. الناس اللي بتقعد بقى في الشغل بالساعات، يقعد ساعات بالشغل ويستغرب الناس بتمشي بدري. يعني يجي يقول لك فلان بيمشي 5 بالظبط يعني. يا باشا طب ايه المشكله مع مواعيد الشغل لحد الساعه 5؟ تمام. ايوه بس مش 5 بالدقيقه يعني هو ظابط نفسه 5 بالدقيقه بيخلص شغله. فتبدا انت تكلمه ويخلص شغله 5 بالدقيقه. تمام. عمل كل اللي مطلوب منه النهارده فعلا. فتلاقي يعني شايف الفاليو دي مش متقدره، بيمشي 5 بالدقيقه. الطبيعي يعني ما احسش ان عملت اللي عليا الا لما اقعد شويه زياده. في جينيريشن تاني اسمه جينيريشن اكس، ده بعد البيبي بومرز على طول، وبيبي بومرز وقلنا ان هو من 65 ل 81. الجيل ده بقى تعب عشان يتعلم. يعني الجيل ده بذل مجهود كبير قوي عشان يتعلم ويعافر ويتعلم تكنولوجيا وساعات يستغرب ان السن الاصغر منه ممكن يسبقه في التكنولوجي او يسبقه في التايتلز والمهارات. ساعات يستغرب ان السن الصغير ممكن يسبقه في المهارات شويه. ده جيل ده هارد ووركر، ده مناسب جدا لدور المدير. دايما عايز يتطور، عنده طموح، لكن شايف ان طبيعي الحاجه تاخد وقتها. هو بس مستني الفرصه الجديده، لكن عارف ان لا الحاجه بتاخد وقتها. مش مستعجل زي الجيل الاصغر، بيستغرب من الاستعجال وقله الصبر الموجوده في الجيل الصغير. الجيل ده من افيد الاجيال للشغل، لان هو هارد وركر جدا وبيحب الشغل. ولازم انت تتعلم ازاي تحافظ عليه في الشركه. هو يفرق معاه انه يعمل حاجه ليها تاثير، يكون ليه تاثير في المكان اللي هو فيه. يفرق معاه يعمل شغل ليه معنى، يحب التقدير والمسؤوليه. الجيل ده من اهم الاجيال اللي لازم تهتم بيها. بعديه على طول جيل الألفية اللي هو من 82 ل 97. ده مستعجل اكتر، عايز يترقى، عايز يتحرك. امتى بقى هتديه تايتل تاني؟ امتى هيبقى ليا مكتب لوحدي؟ يفكر كده شويه. طبعا كل تعميم باطل، بس ايه، دي مؤشرات كده منتشره. اجتماعي، يشتغل في فريق بسهوله، يحب اللمه، يبص للمدير ان هو سند ليه وبيقدره. ما يبصش للمدير ان هو حد فوق دماغه، لا. اكيد هو هيساعدني. وبعدين عايز يخبط على المدير ويخش على طول. مفيش حاجه اسمها مراحل ودرجات ووقت فاضي مش وقت فاضي، عايز اوصل لك بسهوله، هبعت لك على الواتساب. مش ما بحبش انا روتين، ما بحبش انا اصل الحاجات التقليديه ديت. هيفكر كده. مش عايز يبعت ايميل، هبعت لك رساله وخلاص. مش عايز حواجز في الشغل. وبعدين عايز فيدباك على طول، عايز اتطور، عايز اوصل للهدف بسرعه، عايز السكيلز بتاعتي تكتر بسرعه. تمام. فعايز فيدباك، عايزك تقول لي انك راضي عني، عايزك تقول لي انك الشغل عاجبك بالطريقه دي ولا لا.
طب في احسن اعمله احسن من كده؟ لما تيجي تطلب مني طلب اشرحه لي بالتفصيل. عايز اعمله صح. جيل الالفيه جيل شجاع وطبعا مرن جدا مع التكنولوجي. الجيل الاخير اللي هو جينيريشن زد، وده اتعمل فيه كتب وكورسات جينيريشن زد ده. تمام. آه ولسه الناس محتاره يعني 1998 او بعد كده. جينيريشن زد طبعا اتولد لقى سمارت فون، يعني ده اول حاجه شافها الموبايلات والانترنت وهكذا. فبالنسبه له ده جزء اساسي من الحياه. الانترنت جزء كبير جدا من الحياه، السوشيال ميديا بيعبر بيها عن رايه وحياته. جزء كبير جدا من حياته. في ناس كل حياتها هي السوشيال ميديا رغم ان ده مش صحي، لكن الموضوع واخد حجم كبير من حياتهم. وطبعا هو اشطر جيل في التكنولوجي لانه بدأها من هو صغير. الحياه كلها عندهم ديجيتال. عندهم ميزات ان هم افكارهم بره الصندوق، ناس كرييتيف. شركتك محتاجه دايما ان يبقى فيها فكر جديد، فالناس دي مفيده. يحبوا بقى الجو الفريندلي. اساله كده في الانترفيو ايه اكتر حاجه تحبها في الشغل، يقول لي انه ما يبقاش شغل قوي، يبقى بين باجز كده وقاعده رايقه وبتاع. تمام. فهو بيفكر فيها كده. هو عايز يشتغل وكل حاجه، مش قصدي شغل قوي انه كسول، بس هو اهم حاجه الصحبه، الانفايرمنت. انا بنزل الشغل عشان خاطر عايز اعمل صحاب في الشغل. تمام. يفكر كده. يحب يشتغل بايديه، ما يحبش يتفرج يعني. يحب يكون جزء من مهمه كبيره، يحب يغير العالم. ميشن، عنده ميشن ورساله، عايز يعمل حاجه كبيره. نسبه كبيره منهم بتشتغل معاك لحد ما تفتح البيزنس بتاعها، لان هو كده كده رائد اعمال. تمام. ده اللي بيفكر فيه، ان انا بس يعني مستني شويه كده عشان افتح البيزنس بتاعي. دي الافكار اللي هو اول ما بدأ يفكر في الشغل سمعها، ان لازم تبقى انت رائد اعمال وحاجات زي كده من اللي بيسمعها على اليوتيوب. رأيي الشخصي، اقول رأيي الشخصي كده في النص، ان ما عنديش مانع ان الواحد يحط في باله بلان انه يكون رائد اعمال، طبعا حاجه كويسه. لكن عندي تحفظ على الرسائل الموجوده على اليوتيوب اللي بتديك جزء او وجه واحد من الحقيقه. بتتكلم ان لازم تبقى رائد اعمال، ما ينفعش تشتغل من 9 ل 5. مين قال ما ينفعش تشتغل من 9 ل 5؟ ليه يعني؟ في ناس كل حياتها مظبوطه وشغالين من 9 ل 5 عادي. تمام. لا، كويت يور جوب على طول بسرعه. ليه يا حبيبي؟ لو كل الناس عملت كويت للجوب الاقتصاد كله يقع. تمام. ف ساعات المعلومه مش كامله لما بتتقال في فيديو سريع على اليوتيوب. لكن حاجه كويسه ان حد يبقى عايز يفتح بيزنس، ما فيهاش اي مشكله، لكن يبقى عارف امتى وازاي وليه وهيعمل كده ازاي. وما يبقاش مش بسبب ان الحاله التانيه اللي هي مش بيزنس حاجه وحشه يعني. لا طبعا، محدش قال كده. انت ممكن تبقى انجح واحد وانت ما عندكش بيزنس عادي، وانت ممبر في فريق، وانت مدير في فريق، وانت اكسبرت في فريق. ايه المشكله؟ تمام. لكن الرسائل على اليوتيوب مش كامله. نطلع بقى من الحته ديت. هو جنريشن زد نفسه يساهم في مشروع كبير، نفسه يشتغل على الحاجه اللي بيحبها. ولو انت عايز تحافظ عليه ما تكبتوش، اديله الحاجه اللي بيحبها. اعرف هو بيحب ايه، اعرف بيحب يشتغل في ايه، وخليه يعمل حاجه بايديه كده بيحبها. هتلاقي الموضوع فرق معاه جدا جدا. تمام. وانت محتاجه، انت محتاج لكل الاجيال ديت، ومحتاج للجنريشن زد. ما تفتكرش انك في شريحه من دول انت محتاجها اكتر من التانية. يعني جو العمل الصح اللي يعرف يوفر بين كل الاجيال المختلفه ديت. طيب انا هقول لك على موقف كده، وبرضه نشوف الاجيال المختلفه هتتعامل معاه ازاي، وانت دورك ايه تتعامل معاه ازاي. النهارده انت في الفريق بتاعك عندك ناس كبيره وعندك ناس صغيره في السن. لو انت الفريق بتاعك فيهم واحد اكبر منك انت شخصيا كمدير، هتعمل ايه؟ هل لو سألته مثلا على رأيه او نصيحته، ساعتها يبقى انت مدير ضعيف؟ مش ضعف، بالعكس ده قوة. ده انت هتاخد ثقة، تكسب ثقته. هيعرف انك مقدره، هتكسبه هو شخصيا لما تحسسه انه بيشترك معاك في القرار، وان هو ليه دور ومتقدر وخبرته متقدرة. مش قصة ان في مدير انه هيلاغي دوره وهكذا. فنقطة غاية في الأهمية انك تسمعه وتاخد رأيه. وبعدين ما تفكرش
ان عشان هو المدير، عشان هو اكبر منك وانت المدير، انه ممكن يكون طمعان في دورك، والناس كلها بصاية على المكاني والتايتل الجديد وطمعانين في دوري، وقاعد بقى انت مشغول بالموضوع ده وعمال تبص وراك على كل حاجة بتحصل وما ركزتش على الهدف. في الغالب السن الكبير ده مش مركز قوي في الحتة ديت. في الغالب السن الكبير مش طمعان في دورك ولا حاجة، هو بالفعل مبسوط بدوره ومبسوط بمكانه. حاول بس تكسبه وتقدره وتكبره قدام الناس وتديله مكانته، هو هيكبر فيك، هو هيقدمك برضه زي ما انت بتقدمه. تمام. يجي واحد كبير يقول لك ايه، لو سمحت يا مستر احمد، دلوقتي انا اتطلب مني ادي جزء من الشغل بتاعي لفلان اللي جاي جديد ده. هو دلوقتي انتوا مش خايفين على الشغل ولا ايه؟ يعني الراجل ده لسه جاي جديد الشركة، وانا بقالي 20 سنة في الشركة بعمل الحتة ديت. طب اديله الارشيف، اديله التقارير، هتديله حاجة زي كده؟ تديله تحت الاناليسز، يعمل اناليسز هو للاعلانات مثلا؟ الراجل لسه جاي. الجيل الكبير بيبقى عنده قلق انك تستغنى عنه، بيبقى عنده قلق ان ما يكونش ليه دور مؤثر، بيبقى عنده قلق انك تبدله بناس تانية اصغر مرتباتهم اقل مثلا، صح ولا غلط؟ فلما بيبص بيلاقي انت عمال تسحب منه تاسكات بيقلق. فنعمل ايه؟ نطمنه، نطمنه المتقدر، نطمنه إنه ما نقدرش نستغنى عنك، نطمنه ان احنا سايبينك للتاسكات الاهم اللي انت الوحيد اللي تعرف تعملها بالشكل دوت، نطمنه ان احنا قد ايه بنحترم الخبرات، ونطمنه على الاستابيليتي بتاعت الفريق بتاعنا واستابيليتي الشركه. فلما تفهم بالظبط ما وراء السؤال او ما وراء التصرف تعرف تفيده اكتر. كويس قوي. طيب ده لو انت بتدير الايه المجموعه الكبيره عندك في الفريق، في مجموعه تانية صغيره، في مجموعه تانية سنها اصغر شويه. لما تيجي مثلا تعمل كوميونيكيشن، اول مشكله بتقابلك انك عايز تعمل كوميونيكيشن بينك وبين الفريق والفريق كله يتواصل مع بعضه. تعملوا رسائل ولا تعملوا ايميلات ولا تعملوا مكالمات ولا فيس تو فيس؟ ما الجيل الصغير عايز ايه؟ عايز شاتنج. والجيل اللي هو بتاع البيبي بومرز مثلا او جنريشن اكس عايز ايميل. وفي جيل تاني عايز فيس تو فيس. نحل المشكله دي ازاي يا جماعه؟ تعالوا نتفق، انتوا بتحبوا التواصل ازاي يا جماعه، ونوجد حاجه مشتركه. في الغالب، في الغالب هتلاقي وجها لوجه ده الناس كلها تشترك فيه. فحتى لو شغالين ديجيتال اعملوا اجتماعات اونلاين، فدي فيها وجها لوجه. حتى لو ناس شغاله معاك اونلاين تقدر تعمل حاجه وجها لوجه. وتميكس، ممكن تميكس بين الافكار على حسب راي الناس. الحاجات يا جماعه اللي هي الانونسمنت الفورمال يتبعت بيها ايميل، ولازم تتاكد ان الايميل انت بتشوفه. مثلا هقترح، مش بقول ان دي قاعده، انت بتميكس بين الحاجات. بتسال على حاجه عايز تبعت فويس نوت والحاجات دي ماشي، متاح انك تسال على حاجه بسرعه فويس نوت وهكذا. فبتبدا تعمل سيستم، تعمل نظام. هنتكلم، هنعمل برين ستورمنج، هنشرح مشروع، هنعمل اي حاجه مهمه، ميتنج وجها لوجه، سواء ديجيتال او في المكتب. هتقابل مشاكل تانية مع الجيل الصغير شويه. يعني من ضمن الاخطاء اللي انا كنت بعملها من سنين كده، كنت بحس ان ايه، الجيل الصغير دول يعني مسؤوليتي. تمام. فانت طبعا عندك مسؤوليه تجاههم يعني، خصوصا الناس اللي مثلا تيجي انترنشيب ولا حاجه او كده، او واحد لسه فريش جراد جاي يتعلم، فانا حاسس ان مسؤوليتي. فابقى ناشف عليهم شويه، اللي هو بقى بطلوا دلع بقى وتعلموا بقى فاهم؟ انا مش بقول لهم كده، بس ايه، بيبقى عندي مشاعر تجاههم كأن ايه، كأن ابني كده وبشد عليه. لازم تفكر نفسك حاجه، الطريقه دي مش صح على فكره. لازم تفكر نفسك حاجه ان هم مش اولادك. يعني هو انت عندك مسؤوليه تجاههم اه، لكن هم مش اولادك. ليه بقول كده؟ علشان تشيل من عليك حته انك ايه، العشم قوي انك تزعق له مثلا، ولا تشد عليه، ولا تتضايق لما يعمل ميستيك، ولا لا، ما مش كده، مش دي طبيعه الريليشن شيب او العلاقه بينكم. لكن انت عندك مسؤوليه تجاههم انك تعلمهم صح. ما تبصلهمش بصة ان هم عيال صغيره، هتلاقيهم يتصرفوا تصرفات ناس كبيره. تمام. دي نقطه مهمه قوي. ما انساش، انا شفت من ناس سنها صغير شغل
ناس كبيره ما بتعرفش تعمله، سواء عندنا في الفريق او في شركات تانية. شفت من ناس سنها صغير بيعملوا شغل ناس كبيره ما تقدرش تعمله. ليه؟ لان انا بعملهم على انهم كبار. ولما حد فيهم بيقول سنه في ميتنج ولا حاجه مع بقيه الفريق، يكون جاي مثلا بقاله فتره، وواحد تاني جديد كبير في السن، يستغرب جدا. تمام. وفي الغالب ممكن يلاقيه مديره، يعني ممكن يكون مديره و... وسنه اصغر منه بكتير، وبيعمل شغل مميز جدا في الحته بتاعته الاداريه ديت. تمام. ف... فانت يعني طلع حته السن من دماغك وانت بتوجه وبتعلم، ما تبصوش على انه عيل يعني. تمام. لكن طبعا مايند، او حط في بالك ان في اختلاف بين الاجيال، وده موضوعنا النهارده. من الحاجات برضو بتقابلك ان في جيل يحب يغير الشغل باستمرار. يعني جيل الألفية مثلا مشهور بان هو يحب يغير شغله. زهق، يقول لك خلاص اتعلمت كل حاجه، عايزين بقى نشوف ناخد خبره في مكان الجديد. تمام. عايز، مشهور بالحته ديت، عايز يروح اماكن كتيره، عايز يغير شغله باستمرار وهكذا. لو انت عايز تحافظ عليه فعلا، افهم اولوياته ايه، وجهز له الشغل بتاعك او بيئه العمل على الاساس دوت. هو عايز ايه؟ عايز يتطور وعايز يتعلم، خلاص طوره وعلمه. اتاكد انه بيتعلم، اتاكد انه بياخد تاسكات مختلفه، اتاكد انه بياخد كورسات، اتاكد ان هو ليه كارير باث جوه الشركه، بيتطور جوه الشركه. انت عارف انه هياخد التايتل ده النهارده والتايتل ده بكره، هو مهتم ان ياخد تايتلز ويترقى وينمو ويتعلم دي اولوياته. لو انت عملت له كده جوه الشركه، اشبعت عنده الاحتياج ده. فلو انت عندك ناس من جيل 2000، الميلينيال زي جيل الألفية يعني، فكر بالطريقه ديت. من ضمن الحاجات بقى اللي مشهور بيها برضو الجيل دوت، هو حته الفيدباك. هديكم مثال. يا فلانه، اعمل لنا كونتنت بلان. تمام. طيب الكونتنت بلان ديت عايزين فيها البوستات اللي هتنزل للبراند الفلاني في شهر مثلا يناير، ويبقى فيها كل التفاصيل وبتاعة البوستات من صور وفيديوز وهكذا. فترد عليك تقول لك ايه؟ اي انت عايز شكلها عامل ازاي؟ فانت ترد عشان انت خدت كورس الليدرشيب وعرفت ان انت تدي للناس صلاحيات. تقول لها ايه؟ اعمليه بالشكل اللي انت عايزاه. انا فاتح لك روم فور ديفلوبمنت وكرياتيفيتي، يلا ابدعي، اعمليه بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه تعمليه جدول اكسل، عايزه تعمليه برزنتيشن، عايزه تعمليه آه، عمدان اكتر، صفوف اكتر، معلومات اكتر، يعني شوف الشكل براحتك. انا عايزه في الابداع بتاعك. ايوه يعني انت عايزه يبقى شكله عامل ازاي طيب؟ عشان بس انا عايز اعمل حاجه صح، عايز اعمل حاجه تدور عليها. براحتك، انت ليك القرار، انا مفوض لك القرار. كونتنت بلان، اعملي كونتنت بلان، خطه للبوستات، تواريخ، وقدام كل بوست هينزل امتى. تمام. فتعمل ايه؟ هتغيب شويه كده وتقول لك ايه؟ بص انا عملت اول صفحه، بص على اول صفحه كده عشان لو تمام هكمل. انت مش عايز تخش في التفاصيل ديت، صح؟ فتقول لها يعني خلصي الموضوع زي ما انت شايفاه صح، انا مش انا موافق على كل حاجه، اعملي. طيب بص، طب هعمل صفحتين كمان وهوريهولك. ايه الفكره هنا؟ جيل الألفية هنا محتاج بالظبط تشرح له انت متوقع منه ايه. لو كنت، انا عارف انك مشغول، لو كنت قلت لها عايزين كونتنت بلان زي دي، بصي على الكونتنت بلان زي اتعملت قبل كده وطوري فيها، اعملي احسن منها. متوقع منك الموضوع دوت يحصل بالشكل الفلاني. برضه هتقول لك انا عايز فيدباك. طب انا عايز فيدباك، انا عايز اعرف، انا عايز رايك في اللي انا عملته، عايز موافقتك. وتبدا ممكن تبعت لك كذا مره خلال اليوم وانت بتعمل حاجات تانية. خلاص لا بصي، احنا اعمليه زي الحاجات القديمه ديت، شبه دول او احسن. وهنقعد في الاجتماع بتاع يوم الاربع، الستاند اب ميتنج الصبح، نتكلم في الكونتنت بلان ونراجعها سوا. يبقى طمنت هنا الشخص اللي عندك الكونتنت كريتور ان هو في ميعاد هياخد منك فيدباك على الكلام دوت. تمام. هو محتاج فيدباك، لو ما ادوش فيدباك هيفضل تعبان.
محتاج يعرف انه ماشي صح. وانت مشغول، اديله ميعاد للفيدباك. تمام، اديله ميعاد للفيدباك بتاعك. وفي نفس الوقت اوصف له التاسك بالتفصيل. قول له بالظبط انت عايز يعمل ازاي، يعمل ازاي. لو مش فاضي، اديله تاسك شبهه يعمل ايه زيه. لو مش عايزه يعمل كده، قول له يسأل مين. فوض الحته ديت لحد تاني. اقعد مع فلان، الماركتنج مانجر هيشرح لك بالتفصيل تعمل ازاي كونتنت بلان. يبقى انت هنا طمنت نفسك من الحته ديت. في بعض الصفات هتلاقيها متشابهه جدا بين الجنريشنز. لو واحد حط في باله اللي قدامه محتاج ايه، زي ما كنتوا انتوا بتقولوا من شويه، هترتاح جدا في التعامل. مش هتركز على انا مشغول، هو كل حاجه عايزني اقولها له، هو عايزني امليه، اديله المعلومه بالمعلقه. دي من ضمن الكلمات اللي انت ممكن تسمعها في بيئه العمل يعني. هل تقدر لو انت مثلا ليدر في المجال بتاعك، انت كمان عندك مدير صح؟ هل تقدر تدير العلاقه برضو بينك وبين المدير بتاعك؟ بمعنى، هل تقدر تدير مديرك؟ يعني ايه تدير مديرك؟ تمشيه على مزاجك يعني؟ لا، مش ده المقصود. لكن برضو تفهم احتياجاته ايه، وتعرف تتواصل معاه ازاي. انت كراجل ليدر، انك تعرف اهداف المدير بتاعك وتخلي شغله اسهل. افهم دماغه، افهم اولوياته ايه، افهم بيحب يتواصل ازاي. ما يبقاش بقى ايه، انا المدير وانا طالع عيني وعمال اقول له عايز ابروفال وهو مش فاضي وبيتاخر عليا في الابروفال، وببعت له على الواتساب وببعت له رسائل ومشغول على طول وبيأخر. ما يبقاش دي الدماغ. الدماغ افهم هو اولوياته ايه، منظم يومه ازاي، واساله تحب اتواصل معاك امتى، ازاي اسهل لك الاهداف بتاعتك من الفريق اللي انا ماسكه، ايه امنياتك، ايه اللي متوقعه مننا، اتواصل معاك امتى واتواصل معاك ازاي، رسائل ولا ايميلات، ايه اكتر طريقة بتفضلها، ازاي اعرف ان انت بصيت وراجعت واديت ابروفال، ازاي انت تعرف ان الحاجات دي ليها ميعاد معين، ايه الطريقة المناسبة، هل ايميل ولا على السوفت وير بتاع التاسكات زي اسانا مثلا، ولا على رسائل عشان افكرك. دورك تخلي مهمته اسهل. لو انت عملت كده هتبص تلاقي فعلا انت عرفت تدير العلاقه بينك وبين المدير وحققت هدفك معاه اللي ساعدتك تحقق اهدافك مع الفريق بتاعك. افهم بس اسلوبه وشوف ازاي تحقق له اهدافه هو. كويس قوي. هنتكلم على حاجات عامه كده ونكون خلصنا. الحاجات دي تحطها في بالك لما تيجي تتعامل مع الاجيال المختلفه عندك في الفريق. هتلاقي بعض الحاجات فيها لخبطه كده، اختلاف رهيب. يعني عندك واحد جنريشن زد او ميلينيالز داخل عليك مثلا الشركه، لابس شورت، لابس جينز، لابس كاجوال، هو بيخرج بشورت، هو خروجاته بشورت وشايف ان عادي، يعني احنا ديجيتال ماركتنج ايجنسي، في ايه يا جماعه. تمام. ومدير الاتش ار مثلا تبقى انت جايبه سنه كبير شويه، وجاي هو بدله وكرافته، فده داخل بدله وكرافته عليك وده داخل بشورت، وانت مش عارف تعمل ايه. ده شايف ان ديجيتال ماركتنج ايجنسي لازم تبقى كده، والاتش ار شايف ان بتوع الماركتنج دول يعني ده مخهم بقى في حاجه، جايب شورت. كونفليكت رهيب صح. ده من كوكب ده من كوكب تاني. وحاجات زي كده على فكره شفناها. فالحل ايه؟ نتفق. بتاع جنريشن بتاع جنريشن زد او بتاع، أو حتى جيل الالفيه، هو اللبس بيفرق؟ ممكن يسالك السؤال ده، ايه ده، هو اللبس بيفرق اصلا؟ انا مش بعمل الشغل اللي انت عايزه. لو انا جاي اشتغل ولا جاي اتصور فوتو سيشن مثلا على اللبس بتاعي ولا حاجه، احنا جايين نشتغل. اللبس هيفرق في ايه يعني؟ هو هنا مش واخد باله ان اللبس بيفرق. فدورك هنا تعمل مناقشه مع الجيل الاصغر ان اللبس بيفرق يا جماعه. اللبس ليه تاثير زي ما الالوان ليها تاثير، زي ما اللوجوهات ليها تاثير، زي ما كل حاجه بتاثر على اللي حواليك. اللبس من ضمن الحاجات اللي بتاثر على اللي حواليك برضه. تمام. ده اول عامل. والسنه كبير لازم يبقى ما يعرف ان فيه، ان اللي بيعمل كده مش عيب فيه، ده هو افكار المعلومات اللي واصله له كده، الافكار اللي عنده كده. فايه، يبقى برضه ما يحكمش على ناس، ما يحكمش على السن الصغير. طب وبعدين نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها دريس كود. ايه الدريس كود ده يا جماعه؟ ده لبس الشغل بتاعنا.
احنا طول ايام الاسبوع لابسين باللبس الفلاني، واديهم اوبشنز وارسم الدريس كود وابعته للفريق بتاعك كله، نلتزم كلنا بالدريس كود ده. ممكن تعمل، في ناس شركات بتعمل الخميس كاجوال، يعني الاسبوع كله فورمال والخميس كاجوال. في ناس بتعمل العكس، براحتهم يعني، براحتك شوف انت المناسب ايه للكالتشر بتاعت الفريق. بنفس الطريقه مع كل كونفليكت يقابل الناس عندك. لما يجي واحد يقول لك هو الحاجات دي الكامبين ما خلصتش ليه؟ عشان النهارده الخميس. الله، طب ما نخلص الكامبين ونخلص. طب يا حبيبي ما الكامبين بتاعت الشهر اللي جاي. النهارده الخميس، خلصنا الخميس خلاص. الناس جمعه، جمعه وسبت اجازه. جمعه وسبت اجازه. انت مدلع الناس يا مستر جو، كان حد يقول لي كده. تمام. انت مدلع الناس يا مستر جو. طب ما جمعه وسبت اجازه لازم ياجزوا، ده الطبيعي. ما فيهاش دلع دي. ده المنطقي. وخصوصا لما يكون الكامبين هتشتغل بعد شهر. يعني الكامبين ميعادها مش هيتغير بالاجازه. ده مش معناه ان ممكن يبقى في استثناء ونعمل حاجه في الويك اند عشان خاطر نازله في الويك اند ولا نازله يوم الاحد او كده. مفيش مانع نعمل استثناء طبعا. لكن لما يكون الطبيعي ان الحاجه مش ميعادها هيتغير بسبب الاجازه، والاجازه مش هتضر في حاجه، يبقى الاجازه مفيده. فالنهارده لما يجي لك حد من جيل معين يطلب منك طلب زي ده، ما تقولش عليه غريب او دماغه غريبه او زمايله المفروض ما يزعلوش منه. لا، هو الافكار اللي وصلت له مختلفه من جيل تاني. عنده افكار مختلفه وعنده مبادئ مختلفه. نفس الشخص دوت ما يزعلش لما يلاقي الجيل الصغير هو قاعد معاه بيشتغل، كل شويه يبعت رساله، يبص على التليفون، ايديه بتاكله على الواتساب. ما ايه يعني، هو ده مش صح قوي. بس في نفس الوقت يبقى فاهم ان ده جزء من طبيعته شويه. اه، لو احنا قاعدين في ميتنج المفروض التليفونات دي ما نبصش فيها طبعا. تمام. لكن قاعدين بنتكلم عادي، ما يتضايقش، دي طريقته. وما يتضايقش ان هو كل اللي شاغله واحنا واقفين بنتكلم ان هو عنده خروجه بالليل بيظبطها بس مع اصحابه. دي حاجه بالنسبه له ايرجنت جدا يعني. تمام. ما دام برضو حاجه بنتكلم ودي مش حاجه مش مؤثره على الشغل، ما تتضايقش من الطريقه ديت. او افهم دماغ الشخص ايه في الموضوع ده. النهارده لما يكون عندك اجيال مختلفه، اعمل الخطوات الاتيه. واحد، اعمل جدول بمميزات كل شخص في الفريق بتاعك. ودي حاجه عمليه جدا، وشفت رجال اعمال بيعملوها وانا بعملها برضو. لستة باسماء الناس وكل واحد عنده مميزات ايه. شوف ازاي المميزات دي لما تيجي جنب بعضيها الناس تكمل بعض. ما يبقاش الاستراكشر بتاع الفريق عندك استراكشر فيه جمود. بمعنى ايه؟ بمعنى الراجل ده هو الماركتنج مانجر، يبقى ياخد كل ادوار الماركتنج مانجر بغض النظر عن امكانياته ايه، وبغض النظر عن مواهبه ايه وبيعرف يعمل ايه تاني، وبغض النظر ان هو ممكن يكون في حاجات ما بيعرفش يعملها لسه لكنها نازله في دور الماركتنج مانجر فاجباري يعملها. عرفت اشرح الحته ديت؟ يعني لو واحد، بص، قسم الشغل على المواهب والقدرات مش على التايتل. تمام كده. يبقى دي اول نقطه. اكتب كل مميزات كل الفريق وشوف ازاي يكملوا بعض. مفيش مانع ان ده يبقى ده الجوب ديسكريبشن بتاعه الماركتنج مانجر، لكن فلان اللي هيعمل الحته ديت لان هو اشطر فيها. مفيش مشاكل. تمام. علم الفريق يحترم الاختلاف، وعلمه يشوف ان ده ميزه. يعني دايما اشكر في الحته دي في الفريق بتاعك ان قد ايه احنا كلنا من شخصيات مختلفه وباك جراوندز مختلفه واعمار مختلفه لكن متكاملين جدا، متعاونين جدا. علم الفريق يحترم الحته دي، خليه يشوف الميزه اللي فيها. خليهم يتعاملوا مع بعض بره الشغل. وطول ما هم بيتعاملوا جوه الشغل هم شايفين بعض ايه؟ تاسكات ماشيه على الارض، صح؟ لكن لما يجي يتعاملوا بره هيشوفوا الجانب الانساني بتاع كل واحد، هناكل سوا، نخرج سوا، نتكلم. الموضوع هيختلف. والاختلاف ده هيقبلوه اكتر ويستوعبوه اكتر ويحبوه اكتر. شوف الحاجات المشتركه والمتشابهه بينهم واربطهم كلهم ببعض حوالين رساله يطبقوها في الشغل. قول لهم كلنا مختلفين في حاجات كتير لكن كلنا عندنا نفس القيم، كلنا عندنا نفس الفاليوز، كلنا مهتمين برساله الشركه. دي رساله كلنا شغالين عليها باختلاف اعمارنا. ودايما لما تيجي تتكلم معاهم او هم يحكوا لك، شجعهم يتكلموا ويحكوا ويقولوا لك الاسباب الحقيقيه ورا كل موقف هم واخدينه. ساعات كتير قوي تلاقي واحد واخد موقف وبعد ما تتكلم معاه ساعتين يجي في اخر الساعتين تكتشف السبب الحقيقي. اعرف ان ورا كل سبب ظاهر في سبب تاني حقيقي.